طب ايه ابرز انواع الخوف اللي ممكن نمر بيها؟ حسب موقع سايكولوجي توداي، في مخاوف يومية منتشرة بين الافراد، ومنها اول حاجة الخوف من الفشل. الخوف ده ممكن يمنعنا من السعي لتحقيق اهدافنا، لاننا بنخاف من العواقب زي الشعور بالخزي او خيبة الامل. طب والنتيجة؟ بنتجنب التحديات وبنفضل في منطقة الراحة بدل ما نجرب حاجات جديدة. 2. الخوف من النجاح. أيوة، زي ما سمعتم كده، الخوف من النجاح. في ناس بتخاف من النجاح مش لأنه شيء سيء، لكن لأن النجاح بيجيب معاه مسؤوليات وضغوطات أكبر. مع النجاح التوقعات بتكون أعلى، وده بيخلينا نحس إننا دايما تحت مراقبة، وإن أي فشل ممكن ما يكونش مقبول.